في نهاية العالم وعلى أعتاب الجحيم انتشرت بذور الظلام لتحول كل ما هو حي إلى زومبي، كائنات تقضي على الأخضر واليابس، ولا مكان للضعيف، فالأقوياء هم من يحكمون هذا العالم. فنحن على وشك الدخول في رحلة داخل الجحيم وما بين طيات الظلام في حكاية يانج المقاتل الأقوى. بتبدأ قصتنا في المستقبل بعد 10 سنين من انتشار بذور الظلام، البذور اللي بتحول كل حاجة لزومبي، الناس والنباتات حتى الوحوش بيتحولوا. بنشوف بطلنا يانج وهو محارب من المستوى السابع بيواجه وحش من المستوى الثامن وبيحاول ينقذ حياة أخته كيو. فجأة بينقض الوحش بسيفه على يانج فبتفدي أخته وبتتلقى الضربة مكانه. في اللحظة دي يانج بيواجه له ضربة قوية بسيفه بيقطع راسه وبيخرج منه نواة كريستالية، بياخدها يانج وبيشيل أخته على ظهره وبيوصل بيها المكان اسمه قاعدة تاين لون رقم 3. بيروح هناك علشان يلاقي حاجة اسمها المية المقدسة ويقدر ينقذ بيها أخته. يانج في صراع مع الوقت وكل ثانية بتفرق في إنقاذ أخته المسكينة دي، ولكن هنا كانت الصدمة. بيتفاجئ بحبيبته اللي اسمها كلاود بتخونه مع شياو وده هو قائد القاعدة. بيقف بطلنا يانج مصعوق في مكانه مش عارف يعمل ايه، لكن بيفوقه كلام شياو ليه وهو بيقول ازاي قدرت تنجو من وحش من المستوى الثامن. في اللحظة دي بيفهم يانج ان هو اللي بعت له الوحوش وبيطلب منه المياه المقدسة علشان ينقذ اخته كيو. فبيرفض شاو وهنا بيقرر يانج انه يتخلى عن الخاتم اللي بيربطه بكلاود، وهو خاتم غالي جدا وجواه قوة خارقة. هنا شاو بيطمع فيه وبيفكر يستغله اكتر واكتر وبيقول له لو مت اقدر اخد الخاتم ده غصب عنك، وبيستفزه وبيذله اكتر واكتر وبيقول له من المؤسف ان واحدة جميلة زي اختك دي تموت. بينفجر يان من الغضب في الوقت ده وبيحط اخته على الارض وبيتجه ناحية شاو وبيوجه له ضربة قوية جدا، لكن بطلنا يان بيتفاجئ ان شاو ابن الخبيثة قدر يتفادى الضربة وبيواجه له ضربة قوية جدا بترميه بعيد على الارض. بيحاول شاو ياخد منه الخاتم غصب عنه لكن بطلنا يانج بيبلع الخاتم. في اللحظة دي شاو الجبروت بياخده وبيغرس سيفه في بطن يانج علشان ياخد الخاتم من معدته، ولكن فجأة وبدون سابق انذار بيظهر ضوء قوي جدا بيملى المكان كله. بعد كده بيصحى يانج بيلاقي نفسه على السرير وجنبه كلاود حبيبته الخاينة. بيكتشف بطلنا يانج ان الزمن رجع لورا لقبل التفشي على طول. في الاول بطلنا يانج بيكون فاكر نفسه انه بيحلم، لكنه بيتأكد بعد كده ان تم اعادة تجسيده. صدمة بكل المقاييس. بيقف بطلنا يانج محتار مش عارف يشكر كلاود ولا يقتلها على اللي هي عملته معاه، لان لولا خيانتها ليه وانها حطت حياة اخته في الخطر ما كانش هيرجع بالزمن كده. بيقرر يانج انه يستغل الفرصة التانية اللي السما ادتها له ويحمي عيلته واصدقائه المقربين. بيغضب يانج جدا وبيتوعد لكل اللي اذوه. بيبص تشينا على ايده بيلاقي الخاتم اللي هو تخلى عنه لسه موجود، ولكن فجأة بيدخل 2 من الرجالة اللي بعتهم شيوا علشان يخلصوا عليه باتفاق ما بينه وما بين كلاود اللي بتمثل الخوف اول لما بتشوفهم وبتعمل نفسها ما تعرفش اي حاجة ولا تعرف هم مين دول. هنا يانج بيفهم ان هي بتمثل عليه طبعا، وان المرة اللي فاتت قبل ما يرجع بالزمن كان وقع في الفخ ده. بيقرب واحد من الراجلين من يانج وبيحاول يوجه له ضربة قوية لكنه بيقدر يتفاداها. بيمسك راسه وبيخبطها في الحيطة لحد ما بيفقد الوعي. بيبص له بكل جبروته وكبرياء وبيقول له انت عارف بيقولوا ايه في نهاية العالم؟ بيقولوا في نهاية العالم ان القوي اللي زي الجبل هو بس اللي هيحكم. نعم انها استفاقة الظلم يا سادة. بيتجه يانج للتاني وبيوجه له ضربة قوية جدا وبيقول له انا في يوم تعرضت لضرب شديد جدا من الزومبي لدرجة اني كنت هموت. ضيعت وقت كتير منعني ان ابقى اقوى، لكن دلوقتي خلاص. دلوقتي انا هستغل كل فرصة قدامي علشان اكون اقوى. بعد ما بيخلص بطلنا يانج عجن في الاتنين دول بيسيبهم وبيمشي. لسه يخرج من باب الاوضة فبتتفاجئ كلاود انه ماشي وسايبها وبتنده عليه. بيرد عليها بطلنا يانج وبيقول لها احنا انتهينا هنا، المرة اللي جاية اللي هشوفك فيها يا كلاود انا هقتلك. بيطلع يانج للشارع وبيتفاجئ ان الدنيا كلها ضلمة وبذور الظلام انتشرت في كل مكان. ما بيكونش يانج عارف التفشي حصل ولا لا، فبيقرر يتصل باخته بتقول له ان هي في السكن وان مفيش داعي للقلق. بيقطعها كلاود وبيطلب منها ان هي تسمع كلامه قبل ما يفوت الاوان. بتبص كيو من النافذه وبتتفاجئ ان في زومبي كتير في الشارع بياكلوا في بعض، وبسبب الاحوال اللي العالم فيها بيفقد يانج الاتصال مع اخته وبيقلق عليها جدا. في اللحظه دي بيتحرك يانج بسرعه علشان ينقذ اخته. هنا بيتفعل الخاتم وبيفهم ان في تاجر احجار في مكان قريب. وتعالوا سريعا كده فهمكم مين هم تجار الاحجار. بعد يوم التفشي بدا يظهر كتير من تجار الاحجار الغامضين اللي بيترتبوا على حسب مستواهم وقوتهم ولون عباءاتهم اللي هم بيلبسوها، واللي منها الرمادي وهو ده الاضعف، والبرتقالي والاصفر والاخضر والازرق والارجواني ودول الاقوى. والتجار دي بتتاجر بالنواه الكريستاليه الرماديه او الحجاره اللي ممكن يحصل عليها الشخص من قتل الزومبي. بنرجع لبطلنا يانج اللي بيوصل لحمام سيداته وبيتفاجئ بزومبي فبيقتله. بياخد منه الحجاره وفجاه بيظهر له تاجر بعبايه رماديه، فهنا بيفرح يانج. بيقول في حياتي السابقه انا خدت 3 شهور علشان الاقي تاجر
التاجر، لكن المره دي انا لقيته في اقل من يوم. وكل اللي مطلوب من يانج انه يعمله ان هو يقرب الحجر من التاجر، وهنا بيظهر له اختيارات الحاجات اللي ممكن يحصل عليها مقابل الحجاره اللي معاه. بيفعل يانج الخاتم اللي بتظهر احد مميزاته، واللي هو بيقدم له خصم لاي حاجه مع التجار دول. بيوجه الخاتم ناحيه كل عنصر علشان يشوف سعره ايه بعد الخصم. من ضمن الاختيارات بتكون مطرقه من المستوى الاعلى، وسعرها بعد خصم الخاتم هو 600 جوهره. بس للاسف يانج ما بيكونش معاه الا حجر واحد بس، فبيقرر يقتل مزيد من الزومبي علشان يزود عدد الاحجار. بيدخل الحمام فبيتفاجئ بزومبي بيحاول يهجم على بنتين فبيقتله. بيتفاجئ ان البنتين دول من فريق الزهره الدمويه، واحده منهم هي الملكه مطلقه النيران يانيو، والتانيه بتكون عالمه الكيمياء الحيويه واسمها الطبيبه مومو، وهي خبيره متحوله من الدرجه الخامسه بتقدر تتلاعب بالنباتات والحيوانات المتحوله. ولكن فجاه وبدون سابق انذار بتصحى الزومبي اللي كانت على الارض وبتهجم على يانج بطلنا من ظهره. في اللحظه دي بتنقذه يان وبتوجه سكينه للزومبي بس مش بتاثر فيها، لكن بطلنا يانج بيتصرف بسرعه وبيستخدم بلطه الطوارئ وبيقطع بها راس الزومبي دي. بتقع منها الكريستاله وطبعا بياخدها بطلنا يانج. بيتفاجئوا البنتين، وفي اللحظه دي بيتكلم يانج مع نفسه وبيقول البنتين دول قبل كده شكلوا اقوى قوه قتاليه لفريق الزهره الدمويه، وكانوا بينافسوا القاعده بتاعتنا وقابلتهم في ساحه المعركه قبل كده، لكن عمري ما شفتهم خايفين وضعفاء كده في حياتي السابقه. بيتفاجئوا يان بطلب غريب وبتطلب منه ان هو ينضم لفريقهم ويوحدوا قواهم. بيتفاجئ يانج لكنه بيقول لنفسه ان هو علشان ينتقم محتاج يشكل قوه خاصه، وان ده كمان هيكون اسهل علشان يقتل الكلب اللي اسمه شياو. بتقطع تفكيره يان اللي بتساله لو يعرف ازاي اتحولت زميلتهم لزومبي، بس يانج ما بيكونش عارف. وهنا يان بتكمل كلامها وبتقول له ان هم لازم يلاقوا مكان امن يستنوا في الانقاذ. فبيرد عليها يانج محطم املها وبيقول لها مفيش اي مكان امن في المدينه دي، اعداد الزومبي في تزايد، ومش بس كده لا وكمان بيتطوروا. فبتتفاجئ يان وبتساله لو كان البشر هم كمان يقدروا يتطوروا زي الزومبي، فبيرد يانج عليها انه يقدر يساعدها على التطور وتبقى قويه زيه بس بثلاث شروط. وبيكون اول شرط ليانج ان هم لازم يخضعوا لاوامره، اما تاني شرط ان هم لازم يتبعوه ويجمعوا كل الكريستالات الخاصه من الجثث ويديها له، والتالت ان اللي هيخونه هيموته. ما بيكونش فيه قدام البنتين اي حاجه غير انهم يوافقوا. بعد كده بيتجهوا الثلاثه لمبنى التدريس الاول اللي بيكون مليان بكتير من الزومبي. بيمشي يانج وسط الزومبي وبيفضل يقطع في رؤوس الزومبي دول وهم بيجمعوا الكريستالات من وراه. وبتتفاجئ طبيبه مومو ان الانواع الكريستاليه دي بتنتج من تفاعل مركب عنصر في الجهاز العصبي المركزي للبشر. فبتسالها يان في الوقت ده لو النواه الكريستاليه هي اللي مسؤوله عن تحولهم لزومبي، بس مومو بتكونش متاكده وبتقول لها ان هي لازم تحلل تركيب اللب الخارجي الاول. في اللحظه دي بيسالوا يانج البنتين في وقت واحد انت ليه بتجمع الكريستالات دي؟ ما بيلحقش يانج يجاوبهم وبيظهر لين تيان وارث شركه لين، وده اللي بيحب يان وبيطاردها في كل مكان. بيفضل يتكلم كتير مع بطلنا يانج ويغري فلوسه لحد ما بيحوطهم كتير من الزومبي. وورا الزومبي ده بيكون في زهره متحوله من الدرجه الثانيه، فبيتفاجئ يانج ازاي النباتات المتحوله ظهرت بالسرعه دي واتطورت اسرع منه. هنا بيقول لهم خلي بالكم الزهره المتوحشه من الدرجه الثانيه دي تقدر تتلاعب بالزومبي من الدرجه الاولى علشان يهجموا في جماعات، والزومبي اللي مستواهم منخفض تصرفاتهم هتكون بطيئه وده ممكن يساعدنا نتقدم. هنا بيقاتل يانج ويان الزومبي بقوه، فبيتفاجئ يانج من قوه يان المهوله دي. بعد كده بيظهر لين بعربته فبيطلب منه يانج يروح بسرعه لمبنى التدريس ويفتح ليهم الباب، بس لين الشرير بيدخل وبيقفل على نفسه الباب، فبتطلب منه يان انه يفتحه فبيرفض وبيقول لها لو وافقتي انك تكوني مراتي بس هفتحه. في اللحظه دي بيطلب منها يانج ان هم يروحوا من الباب الخلفي للكافيتيريا، بس ما بيكونش قدامهم حل غير انهم يقضوا على الزهره المتحوله الاول لان هي المتحكمه في الزومبي. بيحاول يانج ان هو يوجه لها مجموعه من الضربات بس مش بيقدر عليها. كل اللي بيكون قادر يعمله ان هو بيكسر الجلد الخارجي لها لكنه ما بيكونش قادر يقطع الجذور. هنا بيقول يانج النباتات المتحوله من المستوى الثاني ظهرت بعد اسبوع بس من تفشي المرض. معقوله تكون ظهرت بسرعه المره دي بسبب تجسيدي مره ثانيه. بتتحكم الزهره المتحوله في الزومبي علشان يستهدفوا يانج، ولكن فجاه بتظهر يان ومومو علشان يساعدوه، بس يان بتكون اتصابت بخدش من الزومبي وده معناه ان هي هتتحول مع الوقت. بتجيب مومو زيت اكل علشان يحرقوا بالزهره ويان بتحمي ظهرهم. فعلا بتنجح الخطه وبيقدروا يحرقوها، وهنا يانج بيقول كويس انها من المستوى الثاني، بس لو كانت الزهره دي اتطورت للمستوى الثالث النار والانفجارات ما كانوش هيأثروا فيها. ولكن بعد احتراق الزهره دي بينتج عنها لقاح بيشل الاعصاب وبيخليهم يناموا. حتى الزومبي الضعاف من المستوى الاول هم كمان بيتأثروا بيها، فبيطلب منهم يانج بسرعه ان هم يحبسوا انفاسهم في الوقت ده. وبعد كده بنشوف لين اللي بيتفاجئ ان هم قتلوا كل الزومبي. بيقرب لين من الزهره المتحوله وفجاه بتخترق شظيه من شظاياها فبيتكل على الله. بيستمر يانج والبنتين في الجري لحد ما بتتعب يان اللي خلاص بدأت تتحول وبيظهر عليها اثار التعب. بتطلب من يانج ان هو يقتلها، بتقول له الموت اهون عليا من اني اعيش كزومبي من الوحوش دي، لكن بطلنا يانج بيرفض ان هو يقتلها وبيقول لها ان هو ممكن يكون في حل. بيقرر يانج في الوقت ده ان هو يروح حمام الفتيات علشان يقابل التاجر صاحب العبايه الرماديه. بالفعل بيروح يانج هناك وبيلاقيه بيتم عمليه
التبادل وبياخد يانج اكسير التطور من المستوى الاول، وبياخد كمان زجاجة مياه مقدسة وبيكون تمنهم 44 نواة كريستالية رمادية. بيكون فاضل مع بطلنا يانج في الوقت ده 60 نواة من الانوية اللي هم جمعوها. بيتكلم يانج وبيقول في حياتي السابقة انا ما اتطورتش بدري وبقيت تحت حكم شياو، ما قدرتش حتى ان انا استخدم قدرة الخاتم ده ابدا، وكنت بتفرج بس على حبايبي وهم بيموتوا، لكن في حياتي دي انا مش هسمح لاي حد يمس شعرة من عيلتي. بيوصل يانج للمستوى الاول وبعد كده بيستخدم قوة الخاتم وبينقي المياه وبيشربها ليان، واللي بدورها بتكون في اخر مراحل تحول الزومبي. بعد كده بتسأل مومو لو الموضوع له علاقة بالراجل صاحب العباية الرمادية ده، وخصوصا ان يانج اختفى اول ما قرب منه وبعدها ظهر، فبيعرفها يانج ان ده تاجر الاحجار وانهم بيقدروا يقيدوه بالانواع الكريستالية اللي بيجمعوها من وحوش الزومبي. هنا بتشوف يعني ان هي لازم تساعده يقتل كتير من الزومبي علشان يجمع انواع كريستالية تانية وترد ليه الجميل. بعد كده بيطلب منهم يانج ان هم يكملوا في طريقهم علشان ما يضيعوش وقت اكتر من كده. وفي مبنى المدرسة الاول بنشوف يانج والبنتين وحواليهم كتير من الزومبي المرميين على الارض. بيفكر ان ياخد الكريستالات بتاعتهم لما يغيبوا عن الوعي، لكنه بيتفاجئ ان لين اتحول لزومبي. بيحاول ين يهجم عليهم لكن فجأة بتظهر بقايا من النبتة المتحولة من المستوى التاني من تحت الارض وبتهاجمهم. بيقدر يانج في الوقت ده ان هو ينقذ لين، لكن النبتة بترجع تهاجم مومو تاني وبتلف حواليها. ساعتها يانج بيستخدم البلطة وبيقطعها بيها، لكن النبتة المتحولة بتطلق سم في الجو. في الوقت ده يانج بيستخدم الخاتم بتاعه وبيقدر ينقي السم وعلى طول بيقطع النبتة بالبلطة. بيظهر من النبتة كريستالة جوهر الزهرة المتحولة من المستوى التاني، فبياخدها يانج وبيروح للتاجر اللي في الحمام. بيقول لنفسه دي كريستالة بيضاء، والكريستالة البيضاء دي بتساوي 1000 كريستال رمادية ومطرقة المستوى العالي بس هي اللي فاضلة. بيتم التبادل مع التاجر وبياخد يانج المطرقة لنفسه، وبعد كده بيشتري مسدس رمادي من المستوى الاول ليان وكمان 2 عقار تطوير من المستوى الاول ليان ومومو. بيكون يانج مبسوط بالمطرقة، بيقول لنفسه انا ممكن بها اكون فريق مجهز وقوي وساعتها اقدر اقضي على قاعدة تيان لون. على طول بيستخدم المطرقة وبيقدر يحول بها البلطة اللي مع السيف. البنتين بيكونوا متفاجئين جدا ويانج بيقول لهم المطرقة دي ممكن تحول المواد لاي اداة. بعدها بيضيف يانج جوهر النبتة المتحولة للسيف، فبيخرج من السيف ده برق جامد جدا، برق بيكون عنده القدرة لشل الاعضاء. بعد كده يانج بيحول مشرط الطبيبة مول سلاحين، واحد ليها وواحد لصاحبتها يان. بياخدوا بعدها عقار التطور من المستوى الاول فبتزيد قوتهم الجسدية بشكل ملحوظ. بعدها بيركبوا 3 عربية وبيروحوا بسرعة لمسكن البنات اللي فيه كي واخت يانج. بيتبعهم الزومبي في كل مكان، ولما بيوصلوا عند المسكن هنا يانج بيتفاجئ ان اوضه اخته بابها مفتوح واخته مش موجوده، لكن يانج بيلاقي التليفون بتاع اخته مرمي على الارض. بنعرف بعد كده ان شويه مجرمين خطفوا كي وشويه بنات فوق اوضه النشاطات في الدور السابع، لكن بطلنا يانج القاتل الفجر المطرشم بيقدر يروح هناك وينقذ اخته ويقتل المجرمين دول. يان واقفه مصدومه متفاجئه من تهور يانج اللي هو فيه، لكن يانج بيقول لها من غير اي ندم هي دي الحياه، ولو كنت انا ما قتلتهمش كانوا هم اللي هيقتلوني. في الوقت ده بيكون الزومبي قدام مدخل المسكن وحوالين العربيه اللي هم جم بيها. ساعتها يانج بيضطر ينزل ويقاتلهم، ولما بيقضي عليهم بياخد الكريستالات بتاعتهم. بيركبوا في العربيه وبيكونوا في طريقهم للمول علشان يجيبوا اكل وشرب، ولما بيوصلوا للباب الخلفي للمول بيلاقي زومبي كتير هناك فبيقتلهم يانج. بيدخلوا المول وجواه بيلاقوا في دماء بشريه مرميه على الارض. بيشم الزومبي ريحه الدم في الوقت ده وبيجي كتير منهم بيحاطوا المول من كل مكان. في الوقت ده في اوضه مراقبه الكاميرات الخاصه بالمول بنشوف المسؤول عن حراسه المول واسمه وانج ييلونج مع كلاود حبيبه يانج الخاينه ورجالتها، وبيقرروا يروحوا ليانج وده علشان يعلموه الادب على اللي عملوا فيهم الصبح. ساعتها يانج والبنتين بيجمعوا كل اللي يقدروا عليه من الاكل والشرب، وانج بيخزن كل حاجه في الخاتم بتاعه. بيجي وانج في الوقت ده هو ورجالته بيرموا سكينه من ظهر يانج لكنه بيتفاداها. بيفتكر يانج لما وانج عذبه واستعبد روحه في المرحله الاولى من نهايه العالم في حياته السابقه، وده وقتها خلاه فاشل، لكن المره دي يانج بيفاجئهم بكل قوه. بيقدر يضربهم بسيفه المتحول وبيستخدم يانج قوته السحريه وبيغرس سلاحه في ايد وانج. ساعتها كل اللي كان فاضل من رجاله وانج بيتخلوا عنه وما بيدافعوش عنه نهائي. بيفضل وانج يتذلل لبطلنا وبيطلب منه ان هو يعفو عنه، بيقول له ان كلاود هي اللي خططت لكل ده، وبطلنا ابن الخبيثه بعد ما بيقول له ان هو يعفو عنه بيقتله بقوته السحريه. في اللحظه دي بتتمنى يان ان يكون عندها قوه سحريه زي يانج، وبتسال نفسها امتى ده ممكن. بعدها يانج ابو قلب طيب بيسامح كل رجاله وانج وبينادي على كلاود تخرج من مخبأها، لكنها بتكمل خيانتها ليه وبتضغط على زر التحكم الكهربائي اللي بيفتح ابواب المول للزومبي، وده قبل ما يخرج بطلنا يانج ويان ومومو من باب المول على طول. فبيتضايق يانج جدا لانهم مش بيعرفوا يخرجوا. على طول بيطلب يانج من يان انها تطلع فوق المول وتلاقي مفتاح الباب. لما بتطلع يان فوق بتشوف غرفه التحكم وبتقرر تدخل تشوف اسرار التحكم اللي جواها، لكنها بمجرد ما بتفتح باب الغرفه بتهجم عليها كلاود، لكن يان بفضل عقار التطور بتقدر تمسكها. بعدها بتحاول تقفل الباب لكنها مش بتعرف. ساعتها يان بتاخد كلاود ليانج علشان يشوف هيعمل معاها ايه. في الوقت ده بيكون يانج بيقاتل الزومبي اللي دخلوا المول، وبتحاول كلاود تخدع يانج بانها عملت
عملت كده علشان تساعدهم في قتل وانج ورجالته، لكن طبعا يانج مش بيصدقها وبيرميها للزومبي ياكلوها وبيقفل الباب على طول. في اللحظه دي كلاود بتقول له انا مش هسامحك ابدا. بيقرر يانج بعدها وكل اللي معاه ان هم يباتوا في المول وفي الاوضه بتاعه العاملين، وفي الوقت اللي بيستريح في البنات بيكون يانج عمال يجمع في الاكل والشرب اللي في المول. وتاني يوم الصبح بيجي شويه شباب للمول علشان الاكل والشرب، بيلاقوه فاضي خالص وبيتفاجئوا بيانج ويان. بيحاولوا ياخدوا شنطه يان اللي بتكون مليانه بالاكل والشرب، لكن يان مش بتسمح ليهم بده، فبيخافوا بيقرروا يمشوا ويراقبوهم لحد ما يسرقوا منهم الشنطه. لكن في واحد منهم بيفضل واسمه سينان وبيعرض على يان مبادله الاكل بالمعلومات، بيقول لهم عن مكان قاعده نجاه ما فيهاش اي زومبي وكمان فيها حمايه عسكريه. المهم بعد كده بيمشوا من المول، لكن قبل ما بيمشوا بيتفاجئوا بشويه الشباب اللي كانوا عايزين يسرقوا منهم الشنطه. بيخدعوهم بان في كلاب زومبي بتجري وراهم وبيطلبوا منهم يساعدوهم. على طول بيسرقوا منهم الشنطه وبيهربوا، لكن يانج بيقدر ان هو يمسك واحد منهم، بيرمي لي كلاب الزومبي علشان يتلهوا فيه لحد ما يهربوا هم، لكن الكلاب بتاعت الزومبي بتهاجمهم ويانج ويان بيقتلوهم سوا. بيظهر في الوقت ده كلب زومبي من المستوى الثاني، وفي اللحظه دي بيطلب يانج من سنان ان هو يسوق العربيه بيان ومومو وكيو. بطلنا يانج بيضحي بنفسه وبيطلب منهم ان هم يمشوا على طول، لكن يان مش بيرضاها كده وبتحاول تنزل من العربيه علشان تساعده، لكن مومو بتمنعها، بتقول لها يانج اقوى مننا بكتير واكيد هيكون كويس. وفعلا يانج بيقدر يستخدم سكين المستوى الثاني ويقطع بها رقبه كلب الزومبي ده. بيقع من الكلب ده كريستاله بيضه، لكنه بعدها بيتفاجئ ان كلاب الزومبي بتحاول تهجم عليه. بعدها على طول بتشد يانج جوه العربيه. بيطلب يانج من سينان ان هو يدور العربيه علشان يبعد الزومبي عنهم. بعد كده بنشوف يان متصابه وبتفقد دم كتير جدا لما كانت بتقاتل كلاب الزومبي مع يانج. جرحها بيكون مفتوح وبينزف كتير، فبيشوف يانج ان هو لازم يعمل تبادل مع التاجر، وده علشان يجيب لها شويه ادويه يعالجها بيهم. بيطلب من سنان ان هو ياخدهم للصيدليه، بس بينصحوا سنان ان هم يروحوا للقاعده، وده لان القاعده دي فيها دواء وطبيب ممكن يعالجها. فعلا بيوصلوا للقاعده واللي بتكون موجوده في اكبر مركز تجاري في المنطقه. بمجرد ما بيوصل يانج بيقول لنفسه ما كنتش اتوقع ان المكان ده يكون موجود من بدري. في حياتي السابقه انا اتعذبت على ايد وانج وزيلونج، وبعد شهر وصلت لهنا والطبيب انقذني باعجوبه، لكنهم اعدموا الطبيبه لعصيانها الاوامر، وده علشان عالجتني مجانا. بيقرر في الوقت ده يانج ان هو ينقذ الطبيبه دي زي ما انقذته في حياته السابقه. بيوصلوا للبوابه فبيرفض الحارس يدخلهم علشان يان المصابه. بعد كده بيفكر يستغلهم وبيطلب منهم 100 بلوره رماديه عن كل واحد فيهم، و1000 بلوره رماديه عن يان بس لوحدها. فبيعرض عليه يانج البلوره البيضاء اللي بتساوي 1000 بلوره رماديه. هنا بيسمحوا لهم الحراس يدخلوا، وبيفكر الحراس الاشرار ان هم هيستنوا لما يدخلوا ويقتلوا الراجل وبعد كده يتعاملوا مع الباقي. بيكونوا مستعدين بسكاكين ورا ظهرهم، بس يانج بيشوف انعكاس السكاكين دي على الباب، وفي اللحظه دي بيوجه لهم ضربه قويه جدا بسيفه. بيقتل يانج واحد منهم وبتساعده يان وبتقتل التاني، وفي اللحظه دي بيخاف سنان. بيشوف ان هو لازم يستنى لحد ما الامور تستقر وينفصل عنهم. بعد كده بينزل المسؤول عن القاعده وهو مدير الامن وبيطلب من يانج ينضم ليه، فبيطلب منه يانج ان هو يعالج يان الاول، فبيامر المدير ياخدوها للطبيبه. وبيفكر المدير في الوقت ده وبيقول ان هو لو ضم يانج للقاعده هتبقى اقوى، بس لو يانج موافقش هيبعتوا للزومبي يتغذوا عليه. بيفضل يانج يدور على الطبيبه اللي ساعدته لكن هو مش بيلاقيها. بمجرد ما بيكشف الطبيب على يان بيقول ان هي محتاجه نقل دم وحقنه الكراز، ودي هتكلفه 5000 كريستاله فضيه. بيشوف ان هو طالب كتير جدا فبيغضب الطبيب، وهنا بتظهر الطبيبه اللي بيدور عليها يانج، بتعرض عليه ان هي تعالج يان، فبيفهم ان هي كانت في القاعده من الاول. بعد كده بنشوف الطبيبه لين ميو بتعالج يان، بتلاقي ان الجرح مش عميق بس اتقطع كتير وفقدت كتير من الدم. هنا بيغضب الطبيب ليو اللي هو رفض يساعدهم، بس هي مش بتسمع ليه. بيحاول ليو ان هو يمد ايده عليها فبيصدوا يانج وبيهددوا. في الوقت ده بيروح الطبيب للجنرال ليو بارد. بعد كده بنشوف ان بنتنا يان بقت كويسه، وفجاه بيدخل ليو بارد وبيطلب من يانج يديله الكريستالات، وده لان الموارد الطبيه بقت غاليه جدا دلوقتي. فبيفهموا يانج ان هو مش رافض بس المبلغ مبالغ فيه ودي سرقه. هنا بيغضب واحد من الحراس وبيوجه السلاح بتاعه لبطلنا يانج، فبيستخدم قوته وبيتنيله المسدس بتاعه خالص. فبيتفاجئ ليو بارد بقوه يانج وبيعرض عليه انه ينضم ليهم، وفي المقابل هيبقى يعالج صديقته مجانا. بيهددوا ان هو لو خالف القواعد هيتعاقب جامد جدا. في الوقت ده بيكون مع ليو بارد 2 من اصحاب القوه، واحد عنده قوه قبضه النار من المستوى الاول، والتاني هو باو وعنده قوه الارض من المستوى الاول برضه. بيستخدم باو الرمال المتحركه، وبتستخدم البنت كره النار وبتوجهها لين مو. لين مو هي الطبيبه اللي اقسم يانج على حمايتها. نكمل احداث قصتنا ويانج واقف مش عارف ينقذ لين مو ازاي من القائد. بيفكر ما بينه وما بين نفسه وبيقول ان في حياته السابقه كان في كتير من المتطورين في القاعده دي، ودلوقتي هيكون في اكيد اكتر من الاتنين اللي قدامه دول وهيتعاونوا مع بعض، وساعتها مش هيقدر يحمي اي حد من اللي معاه. في اللحظه دي بيقول لهم خلاص انا هنضم لك وهستخدم قوتي واساعدك في تطوير القاعده بتاعتك، بس ده كله في مقابل انك تسيب الطبيبه في حالها. فبيسال الجنرال انت تقصد ايه في كلامك وازاي هتستخدم قوتك علشان تطور القاعده. هنا بيفهم بطلنا يانج ان هم ما يعرفوش اي حاجه عن قوه التصنيع، وبكده يقدر يعمل فلوس كتير من الموضوع ده. بعد كده بنشوف يانج بيوضح له ان قوته بس مش قادره تشوه الاسلحه، لا دي كمان بتقدر تزيفها،
وبيقصد بالتزييف هنا ان هو يغير اشكال الاسلحه ويطورها، وبيوضح له كمان ان هو في الوقت الحاضر ما يقدرش يصنع الاسلحه من الدرجه الاولى بس، ولو انتقل للمستوى الثاني يقدر يعمل اسلحه من الدرجه الثانيه ويقدر يسلحه لاعلى مستوى. وفي المقابل لازم الجنرال يوفر له الانواع والمعادن ويستخرج له الحيوانات والنباتات اللازمه للتصنيع، وكمان بيقول له السعر الاجمالي لكل زوج هيكون 80% وده ارخص بكتير من التجار. فبيفرح الجنرال جدا وبيقول له مفيش مشكله، لو عملت 100 سلاح من مستوى المعايير هبعت لك عمل نموذجي كهديه. ويقصد بالعمل النموذجي ده هو اكسير التطور من الدرجه الثانيه. بيقرر يانج يفضل في القاعده لان يان لسه ما خيطتش جرحها، وفي الحاله دي هو مش هيقدر يهرب ويسيبها، وانه كمان لازم يستغل الفرصه دي لحد ما تخف وساعتها يقدروا يهربوا مع بعض، غير انهم يقدروا يحصلوا هنا على النوايا والموارد اللي هم عايزينها. وفي نفس الوقت الجنرال الشرير بيفكر يستغل يانج ويستنى لحد ما يصنع السلاح وبعدين يحجز الباقيين ويضغط عليه بهم ويخليه يصنع الاسلحه طول حياته. وفعلا بيرتبوا غرفه لكل واحد فيهم وبيبعتوا يانج لمخزن الموارد اللي بيكون بعيد عن الغرف دي كلها. ولما بتحاول كيو انها تروح مع اخوها بيرفضوا، فبيفهم يانج مخططهم الدنيء ده وانهم بيحاولوا يفصلوهم عن بعض علشان يهددوه بيهم. اول لما بيوصلوا هناك بيفتح باب خزانه واحده من الخزانات الكبرى بيكون موجود فيها 5000 بلوره رماديه، وبيهددوا ان هو لو ما قدرش يستخدم البلورات الرماديه دي صح هيطرده هو واصدقائه. هنا بيفهم يانج ان هم اكيد معاهم كتير من الاسلحه الناريه اللي ساعدتهم يحصلوا على كتير من الانواع الرماديه في وقت قصير. بيعرض عليه بقى مجموعه من المواد اللي ما يعرفش لو مفيده ولا لا. مجرد ما بيشوفهم يانج بيعرف ان هم هياكل وحوش ويقدر يبني بهم مجموعه خاصه من المعدات للفريق. هنا بيطلب من باو ان هو يسيبه لوحده، فبيهدده باو وبيفهمه ان مفيش مخرج تاني الا الباب اللي هو هيحرسه، وحتى لو استخدم قنبله مش هيقدر يفتح مخرج في الحيطان دي. وبعد ما بيسيبه باو بيبص يانج في وسط الهياكل بيلاقي يانج قرن ابيض من الدرجه الاولى، وكمان باللورات ليها خصائص الفراغ ومعدن نادر ومرن من الدرجه الاولى هو كمان. بعد كده بيستخدم يانج باللورات وبيبدلها مع التاجر وبيحصل على سكين كيتان ودرع حارس ونظارات مساحه وستره حربيه ضد الرصاص، وكمان قلاده الفضاء ومسدس نسر الصحراء، كلها معدات من الدرجه الاولى ما عدا نسر الصحراء من الدرجه الثانيه. بعد كده بيخلص يانج وبيخرج من الفضاء الخاص بالتاجر. بيطلب من باو يدخل يشوف الاسلحه، فبيتفاجئ بحشره سيوف طويله من نوع كينشان من الدرجه الاولى. بيساله ازاي كلفته 3600 بس من البلورات الرماديه وبعض الموارد الغير قيمه، في حين لو بدلتهم من التاجر هتكلفه 6000 بلور. هنا بيطلب منهم يانج يشوف اصدقائه، وبيدخل يانج على اصدقائه وبيديلهم المعدات اللي بدلها، ولا طبعا بيكون خباها في الخاتم الخاص بيه. في الوقت ده لوبارد بيكون بيجرب قوه السيف اللي صنعه يانج، فبيتفاجئ ان هو قوي جدا. في اللحظه دي بيقرر ان هو هيحتجز اصدقائه طالما مش هيقدر يخرج من تحت ايده. في اليوم التاني بنشوف يانج مع مجموعه من الرجاله ومعاهم رشاشات تقيله خارجين يقاتلوا الزومبي والوحوش. بيمدحوا في السيوف اللي صنعها وخصوصا الاسلحه الناريه الذخيره بتاعتها ممكن تخلص في اي وقت. هنا بيفهم يانج ان شغله عجبهم وامرهم يجمعوا الانواع والبلورات والموارد النادره مره تانية. بعد كده بيبلغوا ان القاده مستنيينه في غرفه المعيشه، وهناك بيلاقوا وومي بتبلغه ان المواد جاهزه، فبيرد عليها يانج وبيقول لها ان قوته لسه ما تعفتش وهيشتغل بعضها. بيسالها لو في اي تاجر في القاعده هنا، فبيعرفها ان في تاجر بس بيدفعوا له 3000 كريستال رماديه قصاد كل استخدام. بيوصل يانج لغرفه التاجر اللي عليه 4 حراس مسلحين، بيلاقي ان هو تاجر من المستوى الثاني فبيدي 3000 كريستال للحارس. الحارس بيسمح له ب5 دقايق بس مع التاجر، مش بيكون قدامه الا اختيار ميدان التحدي مع الدب الآلي وباقي الاختيارات الجنرال اشتراهم، وعلشان كده في الاساس هم سمحوا له بالتبادل. بيحاول يانج يبدا التحدي بس بيفشل، وهنا بيفهم ان هم حاولوا يتحدوه اكتر من مره وفشلوا. في اللحظه دي يانج بيقول لنفسه التجار النادرين بس هم اللي بيختاروا المعارك، وكانوا بيقاتلوا على مناطق القواعد علشان يطوروا ادواتهم، فعشان كده بيحطوا تحديات من المستوى الاعلى، ولو نجحت النتيجه هتبقى غير متوقعه. بينجح يانج في بدء التحدي وبينتقل لعالم المعركه، وهناك الوقت بيبقى ابطا 10 مرات، فبدل ما بيكون معاه 5 دقايق بيكون معاه 50 دقيقه. فجاه بيظهر دب آلي من المستوى الثالث فبيتفاجئ بطلنا يانج. بعد كده بنشوف الدب بيوجه ضربه ليانج فبتسبب له كتير من الاصابات، وهنا بنشوف ان الدب افضل منه بكتير من حيث القوه والسرعه والدفاع، بس اكيد له نقطه ضعف. حتى وحوش المستوى الثامن والتاسع لها نقطه ضعف تقدر تغلبها منها. فجاه سرعه الدب بتتباطأ وبيستغل يانج الفرصه وبيوجه له ضربه قويه جدا بيقضي عليه. في اللحظه دي بتكون الجائزه حداد من المستوى الاول ومن المستوى الثاني. بعد كده بيخرج يانج فبيحاوط الحارس علشان ياخدوا منه نص الاشياء اللي بدلها، وهنا بتهدده لو ما سابش الحراس يفتشوها تبلغ الجنرال، وساعتها اصدقائه هم اللي هيدفعوا الثمن. فبيعرفوا يانج ان هو ما بدلش حاجه وان ما فيش معاه اي حاجه. هنا قائد الحراس بيراهنه وبيقول له لو ما لقيتش معاك حاجه انا هقطع راسي واسلمها لك، وفعلا بيفتشوا يانج ومش بيلاقوا معاه حاجه. وهنا يانج بيمسك سلاح واحد منهم ويوجه ضربه لراس القائد بيقضي عليه تماما، وبيهدد له لو هي هددته تاني هيقطع راسه. بعد كده بتتفاجئ الطبيبه ميو ان جرح يان خف بسرعه، بس ده لانها متطوره من المستوى الثاني، غير ان جسمها
مرن جدا. في اللحظه دي بيخرج يانج، وهنا مومو بتكون متضايقه جدا ان هم محبوسين، والجنرال مش بيوفر لهم اي حاجه لا اكل ولا حتى شرب، وكل اللي فاضل معاهم يكفيهم يوم واحد بس. فجاه بيوصل يانج وبيستخدم الخاتم بتاعه، بيقدم لهم كميه كبيره من المقبلات، ودي اللي فاز بيها بعد التصنيع اليوم. بيطلب يانج من سنان ان هو يراقب الجو علشان يجرب مهاره الحداده من المستوى الثاني اللي كسبها النهارده، وبنعرف ان في 9 مستويات من مهاره الحداده دي، ومن 1 لحد المستوى الثالث بيبقى حداد بدائي، ومن 4 ل6 بيبقى حداد متوسط، ومن 7 ل9 بيبقى حداد متقدم. وفي حياه يانج السابقه كان في حداد متقدم واحد بس، وهو حداد القلعه، وكان غير قابل للتدمير، لدرجه ان باقي المتطورين ما قدروش عليه، غير ان حدادين المستوى الاول بيعتمدوا على المواد النادره علشان يضيفوا خواص لاسلحتهم، لكن حدادين المستوى الثاني اي موارد بتضيف خواص للاسلحه، ولو ضافوا مواد نادره للاسلحه هتبقى اقوى بكتير. بيستخدم يانج عنصر منازاية نادر من المستوى الثاني علشان يطور قوته. العنصر ده بيساعده بس مش يخترق للمستوى الثاني، ده كمان بيزيد قوته وخواص السيف بتاعته. بيدي للسيف بتاعه خاصيه عنصر النار، وكده سلاحه بيساوي مئات الملايين من الكريستالات البيضاء. بعد كده بنشوف ليوبارد بيتكلم مع باو عن اسلحته الناريه اللي هتنتهي في اي وقت، وانهم هيضطروا يستخدموا السيوف. فبيسالوا باي لو فعلا هيدي يانج عقار تطوير المستوى الثاني لانه بيساوي 100 كريستاله بيضاء. فبيطمنوا ليوبارد ان العقار ده عشانه، وانه مجرد ما يخلص يانج الدفعه 99 هيقول له ان الاسلحه مش كويسه. بعد كده بنعرف ان يانج بيلاقي ان الموارد مش كفايه علشان يصنع اسلحه، وده لانه اخر مره صنع 100 سيف. فبيختار في عمليه التبادل البدله المدرعه الذهبيه، وبيجي وقت عرض الخاتم الاسبوعي. بيستخدم كل المدخرات اللي في الخاتم، وبعد كده بيروح لمكتب التاجر، وده علشان يشوف ايه اللي ممكن يحصل عليه المره دي من هناك. بس المره دي الحارس بيتعامل معاه بمنتهى اللطف علشان بيكون خايف منه. بيبدا يانج عمليه التبديل، فبيتفاجئ ان مفيش اي اختيارات قدامه. فجاه بتظهر له بطاقه مهنه الحكيم النادره، ودي من المستوى الثامن، وتقدر تعيد احياء الموتى، وده كنز مهم جدا. بينتقل بينا المشهد عند باو جياو، وواحد من رجالتهم بيهجموا على اصدقاء يانج. في اللحظه دي بتطلع يان المسدس اللي اداهولها يانج، وبتمسك كل واحده منهم سلاح. بتوجه يان ضربه لباو، فبيتفاجئ ان معاها سلاح من المستوى الثاني. وازاي يانج قدر يخبي سر زي ده؟ بتقدر مومو من خلال النظارات اللي اداها لها يانج تشوف نقاط ضعفهم. وفي اللحظه دي لين ميو بتطلب من سينان وكيو يندهوا ليانج بسرعه. فرجاله باو بيحاولوا يوقفوهم. هنا سينان وشيتشي ودي القطه بتاعته بيستخدموا قوتهم وبيهجموا على جيو. بتبدا القطه تخربشه، وفي اللحظه دي بيمسك باو بيان ولين من رقبته، بيهددهم لو ما وقفوش مكانهم هيسحق راسهم في الارض. هنا بيستسلموا لهم، وبياخد باو السلاح من يان، وبيقول ان لو باور هيكون مبسوط جدا لما يشوف سلاح من المستوى الثاني. في الوقت ده وو بتوقف يانج، وبتعرفوا ان جيو خد معاه مجموعه من الرجاله علشان يقتلوا اصدقائه، وانهم هيوصلوا في اي وقت علشان يعتقلوه هو كمان. وبتتفق معاه لو ساعدته ينقذ اصدقائه يديها عقارات التطور من المستوى الثاني اللي كان هيديها ليوبارد. وفعلا بيلاقي يانج ان في مجموعه كبيره من الرجاله بتدور عليه، وبيفهم ان وما كدبتش عليه. بيشك ان ممكن يكون اصدقائه اتمسكوا، وبيقرر ان هو يتفقد المكان اللي شك ان هم اتحبسوا فيه، وخصوصا انه عارف المكان ده من حياته السابقه، لان في حياته السابقه بعد ما انقذته لين حبسوه في المكان ده. وفي اليوم اللي بعده اتعدمت لين وهو هرب. بيكون المكان ده سجن تحت الارض مليان بالحراس، وبمجرد ما بيوصل بيستخدم الدراع الخفيف وبيعمل انصار هناك. في الوقت ده بيحتاج جيو اصدقاء يانج المقيدين. بعد كده بتتكلم مع اصدقائها وبتقول لهم ان نظارتها لقت بعض الاماكن الضعيفه في الحبل اللي رابطينه من ايديها ده، وهيبقى سهل عليها انها تفكه. وفي نفس الوقت شي بتحاول تعدي الحبل اللي مربوط بيه سينان. فجاه بيدخل عليهم جيو بيوجه ضربه قويه جدا برجله لمومو، وبيقول لها انت ازاي تتجرأي وتلعبي معايا؟ لكن يان بتكعبله برجلها فبيقع على الارض. وقتها الحماس بياخد سنان وبيحاول يضرب اخو الجنرال جيو، ولكن بتكون النتيجه عكس ما بيتوقع خالص. بياخد عاليه موت، فبتحاول قطته انها تدافع عنه، وبتهاجم رجاله القاعده. ساعتها جيو بيوجه المسدس ناحيتها، لكن سنان بينقذ قطته وبياخد الرصاصه بدلها. في الوقت ده بيجي يانج على المكان وفي ايده سيف. بيقول للجيو عينه محمره انا كنت جاي لك بس ما توقعتش ان انت اللي تجيلي بنفسك. بيحاول رجاله القاعده ان هم يقتلوا يانج بمسدساتهم، لكن يانج بيستخدم سيفه وبيقسم كل الرصاصات لنصين. فبيرجعوا يوجهوا المسدسات ليه تاني، لكن المره دي يانج بيستخدم قوته السحريه وبيعمل حاجز بيمنع الرصاصات انها تصيب. بيكون سينان متفاجئ وبيقول ده وحش ازاي الرصاصات ما بتمرش من خلاله. على طول يانج بيموت رجاله القاعده، لكن جيو بيفاجئه وبيمسك اخت كوي وبيحط المسدس بتاعه في دماغها. في اللحظه دي تيجي الطبيبه لين من وراه بتكعبله فبيقع على الارض، لكنه بيحاول يقتل كيو بالمسدس، وساعتها يانج بيقطع له ايده بالسيف. بعدها على طول بيقتله وبيطلب يانج من الكل ان هم يجهزوا نفسهم علشان هيمشوا من القاعده. لكن بعدها على طول بييجوا له برضه ومعاه رجالته، وبيقول ليانج انت عايز تمشي؟ انت فاكرها بالسهوله دي؟ انت ازاي تتجرأ وتقتل اخويا؟ ساعتها سنان بتستخدم درع الحمايه، ومومو بتعمل مسح وتحليل لنقاط الضعف، ويان بتوجه سلاحها للجنرال ورجالته. بتقول لهم يان اللي هيقرب من يانج هي اللي هتفجر راسه. في اللحظه دي الجنرال بيعرض عرض على يانج، وهو انه يتخلى عن احد اعضاء فريقه، في المقابل هو هيسام وهيفضل زي ما هو السيد الثالث في القاعده. لكن
لكن يانج بيصدم فريقه كله وبيوافق على العرض وبيحاول كل واحد من فريق يانج يضحي بنفسه. ساعتها يانج بيقول لهم هو انتوا بتعملوا ايه؟ انا قلت انها فكره حلوه بس انا ما قلتش ان انا هتخلى عنك. على طول بيدمر يانج الحيطه اللي وراه بقوه سيفه وبيهرب منها هو وفريقه. سنان بيغطيهم بدرع الحمايه من رصاصات مسدسات رجاله القاعده، لكن السيد التاني باو بيهاجمه وبيستخدم قوته وبيحاول يقتل سنان. في اللحظه دي بيتقدم يانج وبينقذ سنان من ايد باو، وساعتها باو بيستخدم قوه الحجر وهو الهرم الارضي من المستوى الاول، لكن يانج بيقدر يخترقها وبيسيب باو في رقبته بسيفه. في اللحظه دي عقل باو ما بيكونش مصدق القوه الكبيره اللي وصل لها يانج، بيتساءل ازاي يانج ممكن يخترق قوه الحجر ده، لكن يانج ما بيكونش عنده وقت يشرح له، على طول بيهجم عليه بقوه سيفه وبيقول له للاسف يا حبيبي انت ما عندكش فرصه علشان تعرف. بطلنا المغوار بيخلص عليه زي القطر اللي ما بيرحمش حد، وبكده بنشوف ان قدر يتغير عن حياته السابقه. وبنكمل احداث قصتنا، وبعد ما يانج انهى كلامه بلحظات بيقع المسدس اللي كان باو اخده من يان، فبياخده يانج وبيفهم ان باو ما قالش للجنرال ليوبارد عن سره وصناعته للاسلحه السريه، وانه كان ناوي ياخد المسدس ده لنفسه. بيرجع سنان يستخدم درع الحمايه ويانج بيطلب منه يروح هو الاول مع الباقيين. بيقرر يانج ان هو يحمي الفريق بتاعه لاخر لحظه. بعدها بيوجه احد رجال الجنرال مدفع ناري ناحيه يانج، بيحصل انفجار كبير في المكان، لكن يانج بطلنا بيقدر يهرب ويلحق الفريق بتاعه. الكل بيكونوا خرجوا خلاص من المبنى وبيتهد الجدار خالص، وبيفضل رجال الجنرال جوه المبنى ده. بعديها يانج بيدي المسدس ليان وهي بتشكره، واعجابها بيه بيزيد اكتر. بيفتكر فريق يانج ان هم خلاص هربوا من الجنرال ورجالته، لكن فجاه بيحصل انفجار تاني كبير وبيتفاجئوا بوحش تاني بيخرج من حيطان الجدار، فبتستخدم يان مسدسها وبتحاول تقتله، لكن الوحش بيكون اقوى من طلقات المسدس وبيهجم عليها. وفي اللحظه دي يانج بيجي يقف قدامها ويحميها، بيستخدم السيف بتاعه ضد الوحش لكنه مش بيقدر يتخلص منه. في الوقت ده بيتجمعوا الزومبي في المكان، فيانج بيستغل الفرصه وبيسيب الزومبي يخلصوا على الوحش هم، لكن الوحش بيكون كمان اقوى من الزومبي وبيقضي عليهم، وعلى طول بيتجه ناحيه الفريق بتاعنا. بيلاحظوا عربيه قريبه منهم فبيجروا يركبوها وبيهربوا. يانج بيستنى علشان يوقف الوحش، لكن الوحش بيقول له انا هخليك تعاني ما بين الحياه والموت. ساعتها بطلنا يانج بيتحداه وبيقول له خلينا نشوف مين فينا اللي هيموت الاول. بيهجم يانج عليه بسيفه وبيقطع مخالبه، وبيقول يانج لنفسه في الوقت ده انا مش قوي زيه، لازم اعتمد على نصل دم اللوتس الحمراء. في اللحظه دي بنكتشف ان الوحش هو نفسه الجنرال، اللي بيكون متفاجئ من قوه سلاح يانج اللي المفروض في المستوى الاول وما يتاثرش بالهجوم بتاعه ده. بيقول لي يانج انت خدعتني. بعدها بيجري يانج يركب العربيه مع بقيه فريقه وبيلحقهم الجنرال النمر، ويان بتحاول تصيبه مسدسها لكن مش بتنجح في ده. في اللحظه دي بيقرروا يروحوا وسط المدينه، واكيد هيلاقوا هناك زومبي كتير يقدروا يتعاملوا معاه بيهم. بتقول لهم مامو الذكيه وقتها ممكن نسيب الراجل ده منه للزومبي يتصرفوا معاه. في الوقت ده الزومبي في المستوى الاول فمش هيقدر يخترق العربيه، وفعلا بيعملوا كده، لكن الجنرال بيقدر يهرب من الزومبي وبيرجع يطارد يانج وفريقه مره تانية. بيحاولوا يسرعوا العربيه اكتر لكن بيتفاجئوا بزومبي من المستوى الثالث بيظهر قدامهم. هنا بيتفاجئ يانج وبيقول لنفسه ازاي بعد 10 ايام من التفشي يظهر زومبي من المستوى الثالث. بينزل يانج من العربيه وفجاه بيلاقي نفسه محاصر ما بين الزومبي من المستوى الثالث والجنرال ليوبارد، ولكن فجاه بيتقاتل الزومبي والجنرال ليوبارد على العربيه بتاعت يانج، فبيركب يانج العربيه بسرعه وبتسوق مومو علشان تبعدهم بعيد عنهم. هنا بيتفاجئ يانج وبيسال نفسه ليه الزومبي فضل الاكل، وده برغم ان المتطورين من المستويات العليا بيزودوا الزومبي بقوه اكتر علشان يتطوروا، وكل ما كان مستوى الزومبي اعلى بيحتاج لكريستالات اكتر علشان يطور نفسه. بعد كده بيطلب يانج منهم ان هم يروحوا لمدينه هايتيان، وده لان فيها قاعده عسكريه وتعتبر منطقه امنه للبشر، بس يان بتكون عايزه تروح لمدينه داشوان، وده علشان تطمن على ابوها وامها. هنا بيفتكر يانج ان في حياته السابقه مدينه داشوان دي كانت من اكتر المناطق اللي ممكن ينجو فيها البشر بصعوبه، وكانت كمان اكتر المناطق اللي ظهر فيها الاقوياء، والاهم من ده وجود شاو الحقير اللي بيسعى يانج للانتقام منه فيها. هنا بيقرر يانج يروح لمدينه داشوان، فبتفرح يان وبتفكر ان هو مهتم بيها وعايز يروح المكان اللي هي عايزاه، وده غير ان ده سلاح من المستوى التاني، وبتسال نفسها لو فعلا كان بيحبها. بيطمن يانج اخته على باباه ومامته اللي في مدينه هايتيان، وبيفتكر ان في حياته السابقه كانوا في امان وراح لهم بعد نص سنه. بعد كده بيدي يانج بطاقه المهنيه اللي اخدها من القاعده اللين، بيوجهها لجبهتها وفجاه بتتفتح قدمها على عالم جديد، فبيتفاجئ الكل ازاي قدر يستخدم بطاقته المهنيه دلوقتي. فبيوضح لهم يانج ان مهنتها مناسبه جدا، ودلوقتي بقت الحكيمه وقدرتها هي العلاج. بيغرز السكينه في ايده وبيوجهها ليها، فبتستخدم لين قوتها وبتعالجه.
ينجو. بعد كده بتحس لين بشويه تعب لان المهاره دي بتستخدم قوتها العقليه كلها، وده في حين ان مستواها قليل جدا. وبيوضح لهم يانج ان الحكماء بالمستويات العليا بيقدروا حتى يحيوا الموتى، ودي حاجه الادويه المعقده ما تقدرش حتى تعملها. وبيفتكر ان حكماء المستوى السابع في حياته السابقه كانوا بيقدروا يعملوا حاجات ما حدش يتوقعها. وفي الطريق بيطلب منهم يانج ان هم يوقفوا علشان يرجع للقاعده وياخد اكسير التطور من المستوى الثاني. بيوصلوا للقاعده وبيستخدم يانج قوته الجباره وبيكسروا الابواب الفولاذيه وبيدخل للمخزن. بيفتح كل الخزن وبيلاقي عقار تطور من المستوى الاول بس. وبيلاقي ان ليوبارد جمع كتير من الكريستالات والاشياء المهمه بعد ايام بس من التفشي. بيبدا يجمع كل ده عن طريق الخاتم لدرجه ان الخاتم بيتملي على اخره. بيعمل يانج عمليه المبادله فبتضغط كتير من القنابل وبتتحول لرصاصات صغيره. هنا بيدخل عليهم ليوبارد المصاب وبيقول لهم ازاي تتجرأ وترجع وفين حاجتي. بيتحول ليوبارد لهيئه النمر وبيحاول ينقض على يانج علشان ياخد حاجته. فبيستخدم يانج قوه سيفه وبيبدا القتال ما بينهم. فجاه بيلاقي ليوبارد ان الجرح بتاعه بقى اسود والمخالب بتاعته مش قادره تواجه السيف بتاع يانج، فبيخاف وبيقرر يهرب. بس يانج الجبار ما بيسيبش عدوه يفلت ما بين ايديه وبيوجه له ضربه قويه جدا بسيفه بيقضي عليه بيها. هنا بيقع من ليوبارد عقار تطور من المستوى الثاني فبياخدها يانج. بتزيد قوته الجسمانيه للمستوى الثاني وبيوصل للمستوى الاول من سيد فنون القتال. بعدها بيقاتل الزومبي بكل قوه وبيلاقي دراجه ناريه بيركبها وبيمشي. وفي الطريق بتتفعل قوه الخاتم فبيفهم يانج ان في تاجر قريب من هنا. بعد كده بنشوف العربيه اللي كان فيها اخت يانج واصدقائه بس للاسف العربيه فاضيه. فبيستغرب هم ليه غيروا طريقهم. فبينزل من على الدراجه وبيبص من بعيد فبيشوف سيان مربوط في جذع شجره حواليه مجموعه من البشر العاديين. وهنا بيفتكر يانج في حياته السابقه لما كان في بشر عاديين بتاكل لحم البشر. بينزل يانج وبيندفع بكل قوه في اتجاههم بسيفه. فبيقول لواحد منهم ما تتسرعش احنا مجبورين على كده. رئيس القريه الجديد هو اللي امر بدوله وما نفذناش اوامره هيخلي الشجره الملعونه دي تخلي الزومبي يطاردنا. هنا بيفك يانج سنان من على الشجره وبيطلب منه ينقذ الفتيات من بيت الرئيس. وفي الطريق بيحكي سنان ليانج على اللي حصل. بيقول له هم ماشيين بالعربيه فجاه خبطت بنت عليهم وطلبت ان هم يساعدوا باباها المريض، وانها في الاساس كانت بتحاول تستدرجهم. بس المفاجاه ان لين قدرت تشفي باباها لين ديان. فبيحاول يساعدهم ويخرجهم من اللي هم فيه. بس للاسف بيظهر رئيس القريه ورجالته. طلب منهم والد البنت ان هم يسيبونا في حالنا علشان احنا كويسين وهو هيخدع ناس تانية. لكن بيرفض الرئيس وبيضربه. في اللحظه دي بتطلع سلاحها وبتحاول تتقاتل معاه. لكن للاسف بتتسلل واحده من ورانا من رجاله الرئيس وبتمسك كيو وبتهددنا بالسكينه. فبنضطر في الاخر اننا نستسلم ليهم. بيحاول انه يترجاهم لان معاه طبيبه تقدر تساعد القرويين بس بيغضب الرئيس جدا. بيأمرهم ياخدوا بنته للشجره الملعونه وبيأمر ياخدوا سيان كمان معاه ويحرقوه. في الوقت ده ليه اللي هو والد البنت بيلحقهم علشان هم كانوا كويسين معاه. بيساعدهم وبيوصلهم لرئيس القريه. بيقول لهم بسرعه رئيس القريه بيتحكم في الشجره الملعونه ولو اتاخرنا عن كده ممكن ما نلحقش. فبيستغرب يانج وهنا بيقول له ليه الشجره المقدسه عمرها 1000 سنه كانت تحت حمايتهم وفجاه بقت ملعونه وهجمت القرويين. بس وقفت لما حاولت تقتل رئيس القريه. وهنا اعترفوا بيه كرئيس جديد وفاكرين ان هو يقدر يتحكم فيها. فبيفهمهم يانج ان هو بيخدعهم وما يقدرش يسيطر عليها الا لو كان عنده القوه المهنيه. يا ترى يانج هيعمل ايه في الموقف اللي هو فيه ده اللي هنشوفه في الفيديو الجاي. بس يا ريت توصلوا الفيديو ده لعدد كبير من اللايكات لان بصراحه بفكر اوقف الحكايه دي لانها مش بتجيب لايكات ولا مشاهدات وكده وواضح انها مش عاجباكم. فلو الحلقه دي وصلت 7000 لايك ممكن نبقى نفكر ننزل منها جزء تاني. ما تنساش تشترك في القناه علشان يوصل لك كل جديد. وسبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم.